ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم ابو الكرم. النهارده فيديو جديد او ده اول فيديو في القناه عموما، ما علينا. النهارده هنتكلم عن احمد حسن وزينب. هم في الفتره الاخيره يعني رحمونا من المقالب التعبانه بتاعتهم، وبداوا يعملوا افلام قصيره، خدت بالك؟ فدلوقتي رجعوا يعملوا مقالب تاني، فمن غير رغي كتير تعال نشوف الفيديو. عاملين ايه الاخبار؟ وحشني جدا اقسم بالله فوق ما انتم متخيلين. يا عم من اول الفيديو وانت ملخص. عايز اقول لكم يا جماعه ان اخيرا بعد 4 سنين غياب وبعد 4 سنين ما بعملش ولا مقلب في زينب، اخيرا رجعت بمقلب قوي جدا في زينب. اهو يعني احنا قلنا انت تبت وعقلت وخلاص، لا هو رجع تاني. انا قلت لزينب يا جماعه تجهز بسرعه عشان رايحين نجيب شويه اكل هنا من جنب البيت، وفي نفس الوقت قلت لها انا نازل استناكي في العربيه، وطبعا قلت لها اوعى تحطي ميك اب عشان هو دوت هيكون مقلب النهارده. بص انا مش هحرق لكم اللي انا هعمله في زينب، انتوا هتتفرجوا وهتشوفوا. انا كبرت وعقلت بس عمري ما اعقل في المقالب اللي انا بعملها في زينب. احمد حسن يعني من غير مقالب ما يعرفش يعيش، يعني هو بيجري مقالب يا جدعان، اللي بيجري في دمه مقالب. مش يا جماعه ركزوا معايا عشان انتوا بتسالوني كتير قوي عن روتين شعري انا وايلاند، سواء على الانستجرام او على اليوتيوب. فانا جايه لكم النهارده بمجموعه هير كير، هي دي المجموعه اللي انا بستخدمها. عايزه اقول لكم ان نسكيب الاعلان ده بقى عشان عاملين لنا اعلان، فالواحد بقى يقعد. حرام عليكي، في ايه؟ حرام عليكي، ده انا بقالي نص ساعه استويت من الشمس. نص ساعه؟ ده تحور، انت لسه خارج دلوقتي. يا عم انت هزيت، انا بستنى صاحبي تحت بيته ساعتين ويقول لي بربط الكاوتش. مش مبرر برضه يعني، زي ما اتاخرتي قوي. والله ابدا، انا لابسه شوز وانا خارجه، انت مش شايفني وانا بلبس شوز وانا خارجه؟ سوري، وانت هتيجي معايا بوشك ده كده؟ يعني ايه هتيجي معايا وش؟ شاب بتبص له ازاي؟ يعني ايه مالوش؟ لا يعني ايه مالوش؟ انت عايز ده كده مش فاهمه، واحنا رايحين فين يعني؟ وبعدين ثواني، هو ايه اللي هتيجي معايا بوشك ده؟ هو انت مش قلت لي ان احنا نجيب حاجات من هنا جنب البيت هنا وهنرجع واحنا رايحين في حته ايوه زي تاني؟ بس مش مبرر يعني، وشك غلط قوي والله. يعني ايه وشي غلط؟ شكله وحش قوي، انت ليه ما حطيتش ميك اب؟ حرفيا بتقول له دلوقتي انت عبيط، يعني هو قال لها اصلا انزلي من غير ميك اب حتى لك عشان يعمل فيها المقلب. هنشوف بقى حوار المقلب. هو اللي شكل وشك وحش؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ هزر معاكي ليه بجد؟ والله انت شكلك غريب، ازاي؟ وشك في حاجه غريبه. وعلى اساس ان انت اول مره تشوف وشي كده يعني؟ مش فاهم. فاهمة انها مش عارفة حاجة، وان ده المقلب حقيقي فعلا وهي مش عارفة، خدت بالك؟ انا عايز اسالك سؤال بس واحد وتجاوبين عليه بكل صراحه. وانا قلت لك ما تحطيش ميك اب، بس مش معنى قلت لك ما تحطيش ميك اب ان انت تنزلي بدون ميك اب خالص. ما ينفعش تمشي اصلا كده، شكلك وحش قوي. طب حط حاجات خفيفه، ترديش كلام. يا ابني انت عبيط، ترتيش كلام ايه يا حبيبي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت قلت لها انزلي من غير ميك اب خالص يعني. طب ليه بتقول لها تاني؟ انت عبيط. حط حاجات خفيفه عشان يبقى شكلك عدل. انت بتتكلم بجد؟ عشان بس هزر معاكي يعني ليه؟ ما بحبش الهزار ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يعني انا بقول لك ان احنا نازلين تحت البيت نجيب حاجه عشان استعجلك، اننا مش رايحين تحت البيت. ما احنا رايحين احنا رايحين فين؟ الشيخ زايد في ايفنت. يا ابني انت مجنون، انت مش قايل لها رايحين البقالة يعني؟ ايه العبط ده؟ انا بتعرض للعبط الالكتروني هناك والله؟ في ايفنت، في معظوم في كل المشاهير اللي موجودين في مصر وكل المشاهير اللي موجودين بره مصر، وفي انفلونسر كتير ويوتيوبر كتير، في ناس كتير يعني. يا عم الحاج مشاهير، انت رايح مهرجان الجونه السينمائي؟ لا صلى على النبي. احمد زينب، احمد حسن، احمد زينب اللي انا قلت. هنتصور وانت ما وهنصور قلتش فيديوهات وستوريهات. لا ثواني، انت ما قلتش ليه؟ ما انت المفروض تعلمي، انت مش شايفاني متشيك، فالمفروض يا عم مش شايف صباح الفل ده؟ انت لابس تيشيرت بيتي، تلاقيك لابس شورت وبتاع ده شبشب حمام. صلى على النبي يا اسطى، شايف ايه؟ هذا زي بنتكم ده شكل واحد يروح بنت يعني. تشيكي زيه. انت كده متشيك؟ يعني ده منظر واحد رايح ايفنت؟ يعني انت راضي عن نفسك كده؟ انا راضي عن نفسي، وبعدين انا في الاول والاخر انا راجل، يعني مش فارق معايا شكلي يبقى عامل ازاي. عشان راجل يبقى شكلك معفن كده؟ لو لسه ده شمالته خالص، ده شمالة الخواطر حرفيا. صاحي من النوم ورحت الايفنت شكلك اللي هو الموضوع بالنسبه لي عادي. والله ازاي ده ان شاء الله؟ يعني مش فاهمه. يعني ايه اللي ازاي عادي؟ اللي ازاي ان شاء الله؟ ايوه ازاي يعني؟ انت مش شايف اللبس اللي انت لابسه ولا شعرك عامل ازاي؟ انت غسلت شعرك ده اصلا اول ما قمت ولا؟ عندها حق الصراحة، اللي مش شيك ومش عارف ايه. اصلا انت رايح بدقنك من عفيش او بشعرك على الله، ورايح بتيشيرت بيتي، يعني حد يروح ايفنت كده ولا مش عارف ايه؟ انت تقول يا عم سرحته اصلا آخر ولا مرة جه جنبه؟ غسلته من 10 ايام بس. 10 ايام؟ يعني كوميدي جدا. لا غسلت شعر من 10 ايام، مش قادر امسك نفسي من الضحك الصراحة. مش مبرر يا زينب، انت بتناقشي معايا في ايه؟ فكك مني يا احمد وما تهزرش، ولو بتهزر انجز عشان ما بحبش الهزار ده. انا قول لي كده، انا ههزر معاكي ليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، وده لا هزر يا ابني، انت اصلا عامل القناة عشان تهزر وتعمل مقالب،
ده اصلا. مهم بجد، انت مقتنعه بشكلك؟ بص لنفسك في المرايه عشان انت مش مصدقاني. ادي المرايه اهي، بص كده. انا هسألك سؤال بس، اوعى اتفرجي بس. كده، اوعى ايدك. اتفرجي على القرف اللي انت نازله بيه، اتفرجي. انت شكلك عايز تبقى النهارده، انت بتحرب على طلاقك النهارده. انا هسألك سؤال، هو انت شكلك غريب والله، شكلك غلط. لا هو انت اول مره تشوفني من غير ميك اب؟ ويعني ايه شكلي غلط؟ مش فاهم. لا 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 صحيح، ما هرشق معاك 24 ساعه في البيت، اول مره اشوف من غير ميك اب. عمال دش. شكلك وحش قوي، شكلك بشع يا ماله زينب. يعني بشع ازاي؟ شكلك بشع بطريقه بشعه. ايه ده؟ ما حدش ينزل كده يا زينب، ده العماص في عينك. يعني انت بتأوفر ليه يا اسطى؟ بتأوفر ليه؟ ما انت شكلك يعني اللي ما خلاها ساكتين، خلاها ساكتين يا احمد حسن. عينك ده، انت ما غسلتيش وشك. لا انت كده بتحور. اهو ده ايه؟ اهو العماص اهو في عينك اهو. اهو العماس اهو. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ والله اقسم بالله ما في حاجه، كداب، اقسم بالله كداب. انت هتيجي معايا كده يعني؟ انت بتتكلم بجد؟ خلي الناس تتريق عليك. لا انا مش هروح. اصل الناس اول مره يشوفوكي. عايزين ابقى خلاص اعتمدت المقلب. لا ازاي شكلي وحش؟ ازاي اروح يعني؟ المفروض يبقى واحد واثق في نفسه، خلاص انا شكلي حلو تمام. انما هي كده فعلا، لما تقول فعلا رأي واحد صاحبك ياخد رايك فعلا، ده اللي شوفوا المنظر العاكر ده. يا اسطى عاكر يا اسطى؟ ما هي مراتك يا اسطى، انت بتقول ايه؟ انت بتشتم مراتك. شكلك وحش قوي. طب روحني. انا مكسوف اصلا واخدك معايا. طيب لا مش ما تاخدنيش معاك، لف. روح لي بقى، خليتك تعدي عشان ما تتذبحش النهارده. يلا يابا ورجعني. لا مش هرجعك، انا خلاص انا اتحركت. انا عشان طبعاً مش ارجع عايزة أروح مشوار معاك في حتة. هتاخر والله، مشوار مشوار عشان ايه يا ارجع. ابو مشوار؟ ده خطوتين. خطوتين والله نزلني مشوار. هنا. لا ما انزلك فين؟ مشوار منين يا ابو فلوس؟ منين يا ابو فلوس؟ نزلني يالا. فين؟ نزلني، انا هطلب اوبر من هنا. انا مش عارف انت اصلا ازاي ماشيه بشكلك كده. شكلك بشع قوي والله العظيم. انت راضيه عن شكلك؟ انت رايحه هتقابلي ناس وفانز كتير وناس قد كده ومشاهير وهنتصور مع ناس كتير. يا عم مشاهير وفانسي ايه؟ ما تصلي على النبي. يعني مش عارف ازاي صدقت القالولة دي. ما تصلي على النبي. قال لي شكلك، انت بقالك ساعه ونص شكلك بشع، شكلي خلاص يا اسطى. بالمنظر ده انا اتكسف ادخل بيك القاعه. لا بالمنظر ده ده يشمل عماد، ده شمل على طول مش طبعا. ماله المنظر المنظر ده ده؟ عندها حق الصراحه. والله اتكسف ادخل بيك القاعه. انت بصيت في المرايه قبل ما تتكلم بس؟ بصيته زي القمر. القرد في عين امه بيقولوا كده. عماد ده شمل في كله، حتى حماته بتشمل. بس بيقول لك القرد في وانا عين مش امه، ده انا. اما هو يعني انت القرد، يعني انت عارف نفسك مش عارف. القرد بيبقى شايف نفسه ايه؟ بس يا حبيبتي لا. بقى، فاهم؟ القرد بيبقى شايف نفسه غزال. طب عادي جدا. كنت اقول لك حاجه بس بلاش، مش هقولها لك. لا اقول. عشان انا محترم، احمد حسن محترم، ما بيقولش حاجات عيب. شطور يا احمد حسن. شكلك وحش والله، شكلك وحش. لسه خلاص، انت ساعه ونص شكلك وحش. خلاص انا ذات نفسي زهقت منك. انت راضيه عن خلقه امك دي؟ يبقى انت بتعمل ايه يا اسطى؟ يعني انت مش ماسك معزه؟ يعني انت عمال تعمل ايه؟ ايه المنظر ده؟ انا راضيه بجد ايه المنظر ده؟ انا راضيه. لو انت مش راضي مع السلامه، وفي 60,000 داهيه تاخدك. الله منتج يا باولو، منتج ايه يا اسطى؟ ده يا اسطى ده شغاله، ده شمالها مش بالله ما شاء الله. زي ما بيقول يا ريتني ما عملت المال. اركن بقى ونزلني. في 60,000 داهيه تاخدني؟ اركن بقى ونزلني. انت هتطول عليا كمان ولا ايه؟ هتطول عليا بجد؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. يا عم ايه تطول عليك دي؟ احنا في اسم، ما هتروق احمد حسن. اصل انا مش فاهمك، انت هتطول عليا يعني ولا ايه؟ برضه هو بيعيد في الكلام بس يعني. احمد يلا نزلني، انا مش هروح في حته، والله ما هروح معاك في حته. خلاص إيه يعني؟ بص اقول لي حاجه بس، انا مش هينفع ارجع. ما هروح معاك في حته. فكرتني بقى جت سابق. والله ما اعرف الكلام ده ولا اعرف قلت والله ما مش جاي معاك. خلاص ما تحاولش. هي الستات كده لما بتقول رايك خلاص انسى. والله الوقت انا ما متاخر. ترجعش، نزلني ايفنت مين مدخل يا جدعان. الايفنت روح انت الايفنت بشكلك كده بس بنطقها عدل. نزلني على جنب. انطقها عدل؟ هتعلميني كمان انطقها ازاي؟ ما تصلي على النبي احمد حسن. انت بتقول على القناه قناه اصلا، قناه اليوتيوب بتقول عليها قناه بدل قناه. صلي على النبي يا عم. لا حول ولا قوه. وانت نازله ما بصيتيش في مرايه؟ يا دي يا اسطى، خلاص يا اسطى، خلاص عرفت يا اسطى شكلها معفن. خلاص يا حبيبي بكلمك بمنتهى الامانه، قبل ما تنزلي
مفيش مرايه كده يعني، ده حاطط لك مرايه جنب الباب، جنب باب الشقه في مرايه، عشان قبل ما تخرجي كده تبصي على خلقتك فيها تشوفي الشكل ده ينفع انزل بيه ولا ما ينفعش. انا بمنتهى الامانه بجد مش متخيل انت طايقه شكلك كده ازاي. طب اركن يا اسطى ما هي مراتك في الاول وفي الاخر، انت دوشتها معاك ليه؟ اللي حاطط لك مرايه ومش عارف ما حتى انت اللي قايلها انزلي من غير ميك اب، وده شكلك وده مراتك في الاخر، ما تدوشهاش معاك يا عم. يا ست انزلك ايه والله اقسم متاخر. بالله هفتح باب العربيه وهنزل حتى لو انت ماشي بعد اذنك. يعني انت لا 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 انا مش عايز اسمع منك يبقى كل الناس أي اللي فيه حاجة. حلوين وحاطين ميك اب وشكلهم حلو منك يا عم وانت مشاكلك اكر. ماشي شكرا نزلني يا عم ما هي مراتك برضه هتعمل ولا ما تضايقنيش. ما انا خايف على مظهري. انت عارفه لو انا هتصور لوحدي وانت هتصوري لوحدك اوكي، انما احنا مع الاسف احنا متجوزين فهنضطر احنا نتصور سوا. ايوه ما هتبقى في وشك في الاخر برضه، انت عمال تشتم معايا في وشك في الاخر، شكلك عاكر ما تسيبك في الاخر مش مراتك. فالناس هتصورنا هناك مع بعض فتصور مع شكلك الاخر ده. يا ريت كنت تحطي طيب اي حاجه تحت عينك، اي فونديشن، اي حاجه. شكلك بشع يا عم انت صح، هو بينطق ايه اصلا ولا بيقول ايه ده؟ بشع 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 والله. مش تنزلني يا حبيبتي والله شكلك هي حرفيا هتنط من العربيه، هي خلاص عمال يدوس انت هتنط من العربيه. ليه؟ انا قافل اللوك اهو، قافل اللوك العربيه هتبوظ. طب اوعى نزلني. العربيه لا 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 حاسب فيضان اعصار كتير هيحصل دلوقتي، حاسب طفح الجاي خلاص. في العربيه انا عايز انزل دلوقتي. عايز تطلع الوحش اللي جواي. هو الحقيقه دلوقتي بقت تزعل. ماشي نزلني. الحقيقه بقت تزعل. قفلت اول الباب. مش هقفل الباب. الحقيقه بقت تزعل. الباب اصلا مش هتتفتح. اوعى نزلني انا عايز انزل. انا عايز انزل يا عم نزلها يا عم نزلها وتبقى يعني طب انا نزلني ثانيه. طب اركن اهو. الحقيقه بقت بتزعل. استني بس. اوعى بس. الحقيقه بقت بتزعل بجد. اوعى بس اوعى. انا عمري هقول لك كده. اوعى يا احمد. انت متخيلين ازاي انا هقول لك كده؟ ده اللي بفضل اقول لك ده ما تحطيش ميك اب، ده انا عايزك ما تحطيش ميك اب، بفضل اقول لك شكلك حلو من غير ميك اب. ده اللي شكلي بقى. انا هروح انا الايفنت لوحدي بقى. يلا 60000 ده هتطلقني اصلا. هعمل ايه؟ هطلق منك النهارده. خدي انت صعب بعد الكلام ده، انت تبات في البيت في الشارع اصلا على حق تطلقها. اقفلي الباب ده. خدي بس. اوعى. خدي يا زينب ولا اوعى. خدي. اوعى. انه حقا لمقلب والله. يا عم ما هي عارفه ان هو مقلب، هي اصلا ما بتنزلش، هي فاتحه الباب. اوعى اوعى انت بتركبي اصلا مش والله العظيم اوعى ما تهزرش معايا. يا عم اللي هي فاتحه الباب وقاعده، فاهم؟ قاعده فاتحه الباب وقاعده مستنيه. خدي. لا اوعى. خدي بس. بهزر معاكي. انا هقول لك كده برضو. انت زي القمر والله زي القمر. انا عمري هقول لك كده. اوعى يا احمد. ما انت قلت يا اسطى. قلت. انت متخيلين ازاي انا هقول لك كده؟ ده اللي بفضل اقول لك ده ما تحطيش ميك اب، ده انا عايزك ما تحطيش ميك اب، بفضل اقول لك شكلك حلو من غير ميك اب. لا حط ميك اب ازاي؟ او بيكذب عليك. ده اللي شكلي بشع والله. لا اوعى سيبني انت. لا تعيطي. اوعى بقى. خلاص خلاص ما تعيطيش والله العظيم بصور والله مقلب. شايف الحوار قلب طفولي قوي، تحس ان هم واحد وصاحبته في الحضانه، انت فاهم؟ عياطهم غريب قوي. بقى لي 4 سنين بعملش فيك مقالب. استني بس. قال لي بقى لي 4 سنين بعملش مقالب فقلت اما اعمل مقلب. طب هو خلاص والله خلاص خليك بس. استني والله خلاص خليك. انا اسف والله. ده انت يالا ايه يالا ده يالا. سألتك شويه كانت عماله تعيط. بص هنا. وجعتني يا جماعه بجد انهارت. انا ما كنتش متخيل ان هي تنهار كده. انا قلت بس اسخن معاها كده بمقلب كده على الخفيف على الحنين، وهي ما كانتش تعرف المقلب ده خالص، والمقلب ده كان يشتغلها بس. اشوف ايه هيكون رد فعلها. لا بس مع الاسف رد فعلها صدمني. لا ده اقوى مقلب عمله في عمره. يلا اقوى مقلب عملته في حياتك كلها. لا اقوى مقلب. لو اقوى مقلب بقى لا حسبي يا احمد حسن، ايقونه المقالب والرخامه في مصر. حسبي. فكرك باقوى مقلب فعلا حقيقي. فاكره ولا فكرك؟ طب اقول لك حاجه. انا ما بفتكرش. هقول لك حاجه هنقول للناس يا جماعه لو مش هي بتاعت من شويه قاعده تضحك وبتاع يا جدعان والله. كنتوا فاكرين المقالب اللي كنت بعملها في زينب ايه اقوى مقلب انا عملته في زينب في حياتي؟ عايزتوا تكتبوا كومنت دلوقتي باقوى مقلب انتوا اتفرجتوا عليه انا عملته في زينب. مفيش ولا مقلب عملته. تمام. واقوى مقلب ضعيف هي عملته فيا. يعني ازاي اقوى مقلب ضعيف يعني؟ اما نشوف انتوا فاكرين والذاكره عندكم شغاله ولا لا. ما تزعليش بقى يا ام ايلن. ما تزعليش بقى يا ام ايان بقى. نقعد بقى في الارض بقى يا ام لولي. انا عايزه بس اقول لك على حاجه. يا عم ما بتعيطش، انتوا بتشتغلوا يا جدعان ولا بتعيط انت لو افتكرت المقالب اللي انا كنت بعملها فيك هتزعل، خليك احسن ناسي عشان الناس. خلينا اخوات احسن.
تمام عشان هتزعل في الاخر. سيان ده بيريح احيانا. وفي كده يا جماعه يكون الفيديو انتهى، وعايز اقول لكم ان زينب انهارت يا جماعه، انتوا مش متخيلين. وبكده يا جماعه الفيديو انتهى، وزينب انهارت وعيطت وكانت عارفه المقلب والسلام عليكم. طيب كده خلصنا الفيديو، ولو عجبك الفيديو متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب. سلام.